من الخمور والمشروبات المحرمة بقرية موناكو السياحية بحدة. القائمون على القرية يؤكدون وجود الخمور في نادي دبلوماسي خاص بغير المسلمين وبترخيص قانوني، ويؤكدون خلو المطعم من أي مشروب، فيما المجلس المحلي يؤكد ضبط الكمية في المطعم. أما النادي الدبلوماسي فيضم بار ومرقص وغرف للخلوة غير الشرعية، وأغلب زائريه من اليمنيين كما يقولون. التفاصيل نتابع. أنواع مختلفة من الخمور والمشروبات المحرمة في طريقها من مديرية السبعين بصنعاء إلى المحكمة، مصدرها استراحة موناكو أو قرية موناكو بمدينة حدة. المجلس المحلي بالمديرية وبالتنسيق مع النيابة ضبط الكمية وحصل على أمر إغلاق القرية بدعوى ضمها إلى جانب المطعم بارا ومرقصا. وبعد النزول إلى هناك قمنا أيضا بحملة أمنية وتم ضبط الكميات الكبيرة هذه من داخل المرقص والبار المتواجد في القرية، وكميات عبوة من الحشيش وسيديهات خليعة. القرية تضم مطعم أوروبي وقسم دبلوماسي. القسم الدبلوماسي ممنوع دخول أي شخص، عفوا من هذه الكلمة، بس أي شخص مسلم لأنه فيه تقاليد غير إسلامية في القرية في القسم الدبلوماسي. أما في المطعم فهو مطعم أوروبي معروف، يعني الأكلات الأوروبية معروفة، فيسمع دخول اليمنيين على قسم المطعم فقط. القائمون على القرية أكدوا وجود الخمور والبار في مبنى مجاور للمطعم، لكنه مخصص لغير المسلمين وبترخيص قانوني، ونفى وجود مرقص أو غرف للممارسات المحرمة. لا معنا تصاريح كاملة ومعنا كل شيء كامل. أيوة، وفي عندنا ادعاء علينا إنه نحن في المحكمة، موجود قضية في المحكمة وتنظر في المحكمة، وما هذا اجوا سكروا القرية. كذلك المرقص الموجود داخل، وايضا اللي انتم وصلتوا الى داخل الحوش هو مغلق الان من قبل النيابه، وهم بيحتجون انهم موافقين على اغلاق المرقص ويشتوا يفتحوا المطعم. المطعم تم ضبط الكميات الكبيره من الخمر والبير داخل المطعم مش داخل المرقص. وبين نفي الطرف الأول وتأكيد الطرف الثاني تبقى الحقيقة أن أصحاب القرية سمحوا لنا بالتصوير في المطعم ورفضوا دخول المبنى المجاور المثير للجدل بدعوى إغلاقه من قبل المحكمة، ولتبقى القضية بالنسبة للرأي العام في دائرة الشك. شك يقول المطالبون بإغلاق القرية أنه سينتهي بشهادات المئات من أهالي المنطقة على أنه مشبوه على الأقل، وكذا بتسجيلات وأقراص مدمجة مضبوطة لدى النيابة تثبت تورط الاستراحة في تجارة رذيلة. عبد السلام الشريحي لبرنامج صدى الأسبوع. من أجل السمو بمهنة